اتكلمت قبل كده عن صفقة بوطيب أول ما جه الزمالك، وقلنا يا جماعة اللاعب ده أول مرة يتباع من نادي لنادي. كل نادي بيمديله عقد بيستغنوا عنه وبيديله الشرط الجزائي وبيمشوه، أو عقده بيخلص وبيمشوه، ما بيلاقوش ليه ولا بيعة ولا شروة. نادي الزمالك الوحيد اللي اشتراه، يا سبحان الله. خد الجديدة بقى. بالتزامن في الوقت اللي بيقولوا على نفسهم أفضل قلعة رياضية في مصر، زي ما بيقولوا على النادي الاهلي بيجيب فلوسه منين، فلوسه المشبوهه دي بتيجي منين والكلام ده كله. بينزلوا على قائمه الممنوعين من القيد، وقف القيد لنادي الزمالك، وده قرار من الفيفا. في نفس الوقت برضو النادي الاهلي موجود من ضمن الفرق اللي هتشارك في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي اللي اخر 5 سنين حصل على دوري ابطال افريقيا 4 مرات. النادي الاهلي اللي اخر 5 سنين لعب نهائي دوري ابطال افريقيا 5 مرات. النادي الاهلي اللي اخر 5 سنين لعب في كاس العالم للانديه 5 مرات. النادي الاهلي اللي اخر 5 سنين مكتسح افريقيا، وبياخد بطولات وبياخد فلوس يعني باقل حاجه 2 مليون دولار بيبدا بيه الموسم بتاعه. النادي الاهلي عايز تعرف بيجيب فلوسه منين؟ انجح زيه عشان تعرف بيجيب فلوسه منين. ما تقعدش تعلق شماعه على اخطاء غيرك وتقعد تقول احنا معانا شيكات مفتوحه. لا، الموضوع مش كلام على الفاضي، الموضوع كلام حقيقي وموثق بالارقام. لو عايز تعرف النادي الاهلي بيجيب فلوسه منين، اسأل التاريخ وهو يقول لك، وحاول تعمل زيه عشان تنجح. السلام عليكم.